دكتور ضياء العوضي بيقول لك طبق السلطة ده سم بيقطع في أمعائك، وكيس الشيبسي أحن عليك من الخضار. خليني أوريك إزاي ده بالظبط عكس كل اللي العلم عرفه عن جسمك. اللي بيحصل في النظام ده إنه مقسم الأكل حسب جودة الهضم مش حسب القيمة الغذائية. يعني هو شايف إن ألياف الخضار خشنة وبتعمل التهاب، لكن الشيبسي والسكر بيمتصوا بسهولة وأنت مغمض. الكلام ده لو سمعته بسرعة يبان إنه منطقي، بس تعال نفكر ثانية واحدة. من إمتى سهولة الامتصاص هي دليل على الصحة؟ خليك عارف كمان إن حاجة زي الهيروين بتمتص بسرعة، لكن ده مش معيار، دي مغالطة. السؤال اللي بنسأله الخضار بيعمل غازات يبقى مش كويس صح؟ الإجابة العلمية غلط تماما. الغازات دي مش مرض، دي علامة إن البكتيريا النافعة في أمعائك بتتغذى وبتشتغل، ولما البكتيريا دي بتموت مناعتك بتضعف وهضمك بيتلخبط وخطر السكر والقلب والسرطان بيزيد. الأبحاث الحديثة بتجمع على أهمية الأطعمة الغنية بالألياف لتغذية البكتيريا النافعة دي، ودي مرتبطة بصحة الأمعاء وتقليل أمراض القلب والسكر وبعض السرطانات. يعني اللي يقول لك امنع الخضار عشان بيعمل غازات زي اللي بيقول لك اقطع الكهرباء عشان العداد بيلف. طب اللي بيدخل بدل الخضار ايه؟ سكر وشيبسي ونوتيلا وبسبوسه. اللي بيحصل جوه جسمك ان السكر بيرفع الانسولين فجاه، فالانسولين العالي بيسبب التهاب مزمن في الشرايين. النتيجه وجود تصلب شرايين او سكر او ضغط او جلطات. للاسف كلامي ده مش راي شخصي، ده اللي بيقوله الاطباء في العالم من سنين طويله. السكر والنشويات المكرره هم السبب الاول اصلا لامراض العصر، مش الخضار اللي تركه بيريح قولونك ده. النظام بيقول لك هتحس براحه في القولون، ايوه فعلا هتحس بالراحه، بس تعرف ليه؟ علشان قتلت البكتيريا النافعة، وللأسف ده مش شفاء. الكارثة ان المضاعفات مش بتبان دلوقتي، دي بتبان بعد سنة او سنتين او 3. ساعتها بيبان مناعة ضعيفة والتهابات مزمنة ومشاكل في القلب ونقص فيتامينات. اخطر حاجة ان النظام مغلف باسم الطيبات، كأن اللي بيمنعه ده محرم. طب الخضار اللي ربنا قال عنه في القرآن وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، ده بقى خبيث؟ اللي ربنا امتن بيه على عباده ده خبيث؟ القاعدة الفقهية اللي العلماء كلهم متفقين عليها ان الاصل في الاطعمه الاباحه، وما ينفعش حد يحرم طعام الا بدليل من القران او السنه. استخدام كلمه طيبات علشان تمنع الخضار وتسمح بالشيبسي ده مش اجتهاد، ده قلب للموازين الصحيحه. في الاخر اسال نفسك سؤال واحد بس، لو نظام غذائي بيقولك ان الشيبسي احسن من الخيار، انت محتاج دكتور ولا محتاج عقلك؟ الخضار ده رزق من ربنا، الالياف صديق لجسمك مش عدو، الراحه المؤقته مش دليل صحه. النظام اللي بيخوفك من السلطه بس بيطبطب عليك بالشيبسي ده مش طب، ده تجربه بتتعمل فيك انت يا انسان يا محترم، فخد بالك.